رولات البريش بحشوة الجبن وطلع كتير طري وأسفنجي، والصراحة الصورة لحالها بتحكي. سوري اعذروني لأنه مقرب إذا صوتي مش واضح. هلأ شباب وصبايا، إذا أنا عم أقدم لكم الوصفة عم أقدمها بكل إخلاص وأمانة، ولما عم أقدمها عم أنويها على روح أمي وأبي، مش عم أطلب منكم لا جزاء ولا شكورا. يعني كل ما هنالك بقلكم فضلا وليس أمرا. عمل متابعة ولايك، بس هذا المطلوب منكم فضلا وليس أمرا. اليوم البريش أو المعروق أو أي معجنات، اليوم لما مش عم ينجح معكم في خطوات وفي عوامل عم يكون في أخطاء فيها كتير، عم توقعوا فيها. أما مش عم تاخدوا الوصفة مش مظبوطة، أو مش عم تعرفوا تطبقوها، أو عم تستعجلوا. ما لازم تستعجلوا، العجين لازم يختمر مظبوط، بدك تريحيه وتصبري طولي بالك عليه. واليوم بيقولوا لكم نص ملعقة خميرة، لا مش مزبوط. إذا أضفت أنا لهي أضفت لها 3 معالق خميرة، كبايتين طحين 3 معالق خميرة. إذا لاحظتوا عملت أول ملعقتين بالكاسة الصغيرة بالكباية، ورجعت أضفت لهذا الجات ملعقة 3 معالق لكبايتين طحين، وبدي أتأكد إنه الخميرة شغالة 100%. إذا مش شغالة لو حتى 50% بكبها ما بشتغل فيها، لحتى يرتفع معي العجين ويرتاح. لازم تكون خميرته كتيرة، ولازم نعطيه حقه بإنه يرتاح. والعجين ونحن عم نعجن لازم يكون طري. بس كانت العجينة عم تلزق بإيدك معناته أوكي، هاي هي طرية ورح تنجح معك. إذا عم تلاحظوا أنتوا أنا العجين عم يلزق بإيدي، عم حط الطحين شي يساعدني على التشكيل والشغل. هلا هون وأنا عم بفتحهم عم يلزق، إذا عم تلاحظوا، لأنه العجين مرتاح مظبوط واخد حقه بكل شي. هلا هون بشكلهم على البيركس وعلى الشوي. انا هون ما اضاف الزبده الا للبيركس، ملعقه الزبده استخدمت للبيركس بس دهنت فيها. لكن للعجين اذا لاحظتوا انا بس اضافت الطحين، ملح وخميره وسكر ومي بس. اكيد هلا حاكتب لكم اياها كتابه على الشاشه، تاخذوا المقادير من على الشاشه. بيقولوا لكم حطوا بيض، ضيفوا لها حليب، ضيفوا حليب بودره وحليب سائل. لا 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 لا، ما حطيت لها شي والله. ولما عم بيشتغلوا كنت عم بيشتغلوا الساعة 5 قبل الإفطار تقريبا بساعة، ومع الإفطار فوتته على الفرن مع الإفطار. العيلة عم تفطر وأنا عم بشوي. تركته 35 بالفرن على درجة حرارة 170، ما بتقل الفرن العيار. وقدمت لهم إياه للعيلة وهن عم ياكلوا وخلصوا فطارهم، قدمت لهم إياه بهالطريقة هيدي سخن، وانبسطوا عليه كتير كتير، مع إنه كلهم عاملين حميات يعني. بس